شكرا رفيق. إذن تحية لفرع جهة فاس الكناس على تنظيمه هذا اللقاء اللي هو ما غاديش يكون لقاء على اساس راني غادي نقدم ندوه ولا انا راني استاذه وانتم التلاميذ، وانما هو نقاش مفتوح حول الوضع الحقوقي في بلاد الاكراهات، وكذلك شنو هو سبل العمل وسبل المواجهه وسبل التصدي اللي يمكن كلنا نناقشوا فيها ونبلوروا خلاصات اللي نقدروا نستفدوا منها في عملنا سواء جهويا او على المستوى الوطني. اذا كنحيي كل الحاضرات والحاضرين الكرام، كذلك بدوري كنشكر اليوتي على تمكينكم من هذا المقر او تمكيننا من هذا المكان اليوم باش نقدروا نعقدوا فيه هذا اللقاء التواصلي. كذلك أنا فخورة جدا بأن يكون اللقاء اليوم معكم هو أول لقاء تواصلي بالفروع ديال الجهة الجهوية أو المحلية على مستوى المغرب. إذا رفاقي رفيقاتي، كما قلت أنا ما غاديش نجيب شي حاجة جديدة أو شي حاجة كتجهلوها، وإنما سأحاول التركيز فيما يجري في المغرب من تراجعات خطيرة على مستوى حقوق الإنسان. إذا في إطار التخليد ديال الذكرى 46 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دأبت الجمعية وكذلك فروع الجهوية والمحلية على إحياء هذا التاريخ باعتباره تاريخا رمزيا لنضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولتخليد كذلك التاريخ ديالها المجيد في النضال ولصدقية المناضلين ديالها. كما لا يخفى عليكم المغرب خصوصا في الآونة الأخيرة ما غاديش نقولوا كيف ما كنقولوا بزاف مرات رده كيعرف واحد الرده حقوقيه، وانما هو كاين تراجعات خطيره حتى على مستوى ما راكمته الحركه الحقوقيه او راكمه الشعب المغربي من مكتسبات. وغادي نرجع بشكل مركز لموضوع او لمستوى من المستويات اللي كتبان فيها بشكل جلي هذه التراجعات اللي كتعرفها حقوق الانسان. إلا رجعنا على مستوى الوضع الاتفاقي للمغرب او كذلك على التشريعي او الدستوري، فكنوجدوا بان المغرب مازال ما صادقش على العديد من الاتفاقيات الدوليه، او انه كيرفض التصديق على بعضها او كيأخر ويتماطل في التصديق على اخرى. وهذه الاتفاقيات اللي هي اساسيه واللي هي مهمه في مجال حقوق الانسان، منها اتفاقيه ديال روما، وكذلك اتفاقيه محاربه الاختفاء الاسري، واتفاقيه الغاء عقوبه الاعدام. كذلك كاين واحد الضعف يسجل ان على مستوى المغرب كاين ضعف كبير جدا في التفاعل مع التوصيات الامميه وتجاهل القرارات والهيئات الدوليه. على مستوى الدستور الكل يعلم بان الدستور ديال 2011 اعتبر في مرحله معينه اللي هي كانت مرحله ما سمي بالربيع العربي، هو دستور اللي كان دستور ايجابي اللي جاء بمتغيرات اللي كتعتبرت متقدمه مقارنه مع الدساتير السابقه، ولكن مع ذلك كان دستور اللي هو غير شعبي، دستور اللي ما نتجش على الاراده ديال الناس وعلى المشاركه ديال سواء الشعب او المجتمع المدني او حتى الفاعلين السياسيين والحقوقيين. وبالتالي يتم الاستمرار بهذا العمل اللي اعتبر حتى انذاك انه دستور غير ديمقراطي، على اعتبار ان كيركز جميع السلطات بيد المؤسسه الملكيه دون ضمانات حقيقيه للفصل بين السلطات. مستوى اخر من الانتهاكات ايضا كيجي فيما يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، فالكل اكيد انه يتابع الحمله ديال الاعتقالات الخطيره والممنهجه اللي كيعانيوا منها المدونين، الصحفيين، المنتقدين، او حتى رواد وسائل التواصل الاجتماعي. ماشي حتى نقولوا المدونين، غير رواد وسائل التواصل، بمعنى ان هناك من كيدخل وسيله من التواصل مثلا الفيسبوك اللي حتى على جنب فكيوجد راسو متابع ومعتقل ومدان باحكام كبيره.
وكذلك حتى في ظل هذه الاعتقالات كاين غياب ديال المحاكمات العادله. واكيد ان الزملاء اللي حاضرين اليوم او حتى المتتبعين او حتى الذين طالهم في وقت ما الاعتقال او التضييق او اي متابعه غادي يعرفوا بانه كتجرى او كتنصب محاكمات اللي كتغيب فيها ادنى شروط ضمانات المحاكمه العادله. كذلك القمع اللي تواجه به الاحتجاجات الاجتماعيه اللي كتكون احتجاجات سلميه، كتكون من اجل حق من الحقوق، سواء من اجل الحق في الشغل او الصحه او التعليم او حتى الماء، فكلها كتواجه واحد القمع اللي كينتج عليه ايضا اعتقالات ومتابعات وملاحقات. وبالتالي فما كيسلمش من هذا القمع هذا حتى سواء المعطلين او كذلك النساء ورجال التعليم، العاملات والعمال، لعل ما يجري وما يقع للعاملات والعمال سيكوميك بالجهه لنموذج حي وصارخ اللي كيبين حجم الانتهاكات اللي كتعرف في هذا المجال، وماشي على مستوى غير على مستوى المغرب كله كيعرف واحد التصريحات جماعيه، تصريحات بالجمله اللي كيتخرق فيها ابسط الحقوق ديال الشغيله، واللي كيوجدوا نفسهم بين ليله وضحاها في الشارع هما والاسر ديالهم دون تمكينهم من حقوقهم، في مقابل افلات بشكل يعني فج للمشغلين او للباترونه. بل ان حتى على مستوى الشغل، حتى ذاك يعني قانون الشغل اللي مفروض انه كيحمي العمال والعاملات على علته وبالرغم من النواقص اللي كيعرفوا، فحتى هو لا يتم احترامه، ومع ذلك ما كنوجدوش اذانا صاغيه لا على مستوى السلطات المختصه ولا على مستوى المحاكمات من اجل انصاف المتضررين والمتضررات. ايضا كنلاحظوا تراجع خطير على مستوى حريه الصحافه، ويتم توظيف القضاء لتكميم كل الاصوات الحره، الاصوات الصادقه والاصوات المنتقده لسياسات الدوله ولممارساتها الغير قانونيه والغير حقوقيه الممنهجه. ولعل هذا الشيء اللي عرفناه خلال هذه 3 سنوات او 4 من اعتقالات ديال الصحفيين ومتابعتهم، وحتى اللي ما اعتقلوش فكيتم اتقال الكاهل ديالو الا كانت عنده شي منبر او الا كانت عنده شي موقع بمبالغ ماليه كبيره جدا، وبالتالي فكيتركوه انه الهدف يعني الانزال العقوبه اللي كينزلوها، فكيخليه انه فعلا كيغلق وكيسد الباب، يا اما يزيد برا يا اما يسكت او يا اما يصبحوا بوقا من اوبواقهم الى ما كانش صحافه اللي جاده واللي متمكنه من الحقوق ومؤمنه بها. كذلك على مستوى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه، فكما قلت تصريحات بالجمله، اتساع دائره الفقر والهشاشه نتيجه ديال السياسات التقشفيه اللي عرفتها البلاد، وكذلك الرفع ذاك الدعم اللي على الاقل كان كيساهم في التقليل من الوقع ديال الهشاشه، وكذلك غياب العداله الضريبيه، بحيث ان كنوجدوا ان يعني 80% ديال الناس اللي كيأديو الضريبه هم الناس اللي كيكون الدخل ديالهم متوسط، هم الناس اللي المفروض ان خصهم هما اللي يستافدوا من الحمايه اكبر، فاذا بهم كنوجدوا بانهم هما اللي كتوقع على كاهلهم وعلى عاتقهم الضريبه، بينما كيفلتوا الشركات الكبرى والمستفيدين الكبار كيفلتوا مستفيدين من مقدرات الشعب المغربي هما اللي كيفلتوا من اداء الضريبه. كذلك على مستوى الصحه فكنوجدوا تردي الخدمات الصحيه، حتى على مستوى سبل العيش الكريم اللي هي كنجيو كنقولوا شغل صحه تعليم، فكنلقاو بانه كاين تردي على مستوى التعليم، كاين تردي على مستوى الصحه، وكذلك على مستوى السكن، وبهذا كتزيد كتستمر وكتكبر الفجوه ما بين الفوارق ما بين الطبقات الاجتماعيه، وكذلك كتكبر الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. في المقابل كنوجدوا الهشاشه في سوق الشغل، يعني ما كاينش الامكانيه ديال العمل، بالعكس
كيف ما قلت كتكون تصريحات وفي مقابلها ما كيكونش بديل وما كيكونش عمل، كترتفع النسبه ديال البطاله بشكل مهول خصوصا في صفوف الشباب. حنا كنعرفوا ان هذه المساله اللي كتتم في صفوف الشباب فكنعرفوا يا اما جزء منه كيرتمي في المخدرات، يا اما للهجره، يا اما للجريمه. كذلك البطاله لا تطال فقط الشباب وانما ايضا النساء. والشيء اللي كيخلي ان العديد من النساء او الاكبر المشتغلات من النساء فكيشتغلوا في قطاعات اللي هي غير مهيكله، قطاعات اللي كيضطروا يولجوها من اجل المساهمه في المعيشي للاسره، ولكنها قطاعات غير مهيكله غير محميه، وبالتالي فكتعرض الاسر بكاملها وليس المراه او الام او الاخت اللي كتعمل، وانما كتعرض الاسره كلها لازمات كبيره وكتعرضها بشكل او بشكل اخر، فكتصبح الاسره كلها كتعيش بالوضع ديال الهشاشه. وايضا يتم انتهاك الحقوق النقابيه والحق في الاضراب، اساسا منها الحق في الاضراب. فكيكون كاين تضييق كبير على مستوى المناضلين ديال النقابات وعلى النقابات بنفسها، وحتى تواجد هذه النقابات كاين قوانين مكبله، فالكل شيء كيعرف القوانين اللي اصبحت كتواجه بها، سواء القوانين الجنائيه اللي كتعاقب المضربين او كذلك حتى ذاك الحق في الاضراب فايضا كيتم التضييق عليه، وبالتالي كيوجد كل من مارس هذا الحق يا اما يجد نفسه مطرودا او يجد نفسه معتقلا او يجد نفسه على الاقل متابعا ومدانا، حتى وان كانت عقوبه غير نافذه. كذلك على مستوى الحقوق ديال النساء كنوجدوا بانه استمرار العنف واستمرار التمييز وكذلك الثغرات في التشريعات كمدونه الاسره وكقانون العنف اللي هو 113 اللي اصلا زعما دار باش يحمي النساء وباش يناهض العنف. وعلى مستوى وكذلك نفس المساله يعيشها الاطفال، بحيث كترتفع المعدلات ديال العنف والاستغلال سواء الجنسي او الاستغلال على مستوى العمل، حيث كيتم تشغيل باقي الى يومنا هذا كيتم تشغيل الاطفال، وكذلك الهدر المدرسي، وبالتالي كيكونوا الاطفال عرضه للشارع وعرضه للهدر المدرسي في غياب تعليم عمومي كفء متساوي ومجاني. نفس المساله كيتعرضوا لها المهاجرين، حيث كيتعرضوا للتمييز والعنف والطرد دون حمايه قانونيه. ولا يسلم كذلك المدافعون والمدافعات على حقوق الانسان، منهم المناضلين ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وهما كيحاولوا يرصدوا هذا الوضع اللي تكلمت عليه، كيحاولوا يواجهوا هذا الوضع اللي تكلمت عليه والتصدي له باي شكل من الاشكال، فايضا هم ايضا ما كيسلموش من التضييق ممنهج ومن تجسس عليهم وعلى هواتفهم والمنع الانشطه ديالهم وحرمانهم من اي دعم الى ملي كتكون بحال اللي كيكونوا منخرطين ومنضويين في الجمعيات باش يكونوا معزولين وباش ما يقدروش يتموا ويستمروا في العمل ديالهم. هذا اذا لم يتابعوا او يدانوا او يحاكموا. في المقابل كاين غياب ديال العداله وغياب ديال المساءله، فالقضاء مفتقد للاستقلاليه ديالو، وبالتالي ما كيمكنش الانتصاف او العداله في حاله اللجوء الى القضاء. بالعكس القضاء كيصبح واحد السيف اللي مسلط على كل من سولت له نفسه يدافع على حق من الحقوقيه او حق من حقوق الشعب المغربي، ويستخدم القضاء لتصفيه الحسابات السياسيه والحقوقيه، ولعل كما قلت المحاكمات التي نصبت واللي كتنصب اليوم غير ما بين شهر ماي وجوان، فالواحد العدد مهول، والاساتذه الحاضرين معايا يقدروا يقولوا لكم شحال ديال المتابعات وشحال ديال المحاكمات والمتابعات اللي كاينه حاليا، واللي يا اما كيتابعوا فيها الناس وهم
معتقلين أو كيتابعوا وهم في حالة سراح. ولعل المتابعة الأخيرة لسعيدة العالمي اللي هي ناشطة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم اعتقالها من بعد ما كانت أدينت سابقا واعتقلت سابقا وكان الإفراج عليها، فاليوم أيضا يتم اعتقال ديالها على خلفية حضورها ومشاركتها في واحد التضامن مع عائلة، كنظن غتكونوا كلكم سمعتوها، مع عائلة الشبلي اللي قتل ابنها في مخفر الشرطة تحت التعذيب، واللي هي كانت كتطالب معتصمة أمام المحكمة من أجل المطالبة بحقوقها، فإذا بها كتوجد أن الأبناء ديالها أيضا الابنين اللي باقين، واحد توفي وجوج اللي بقاو هم ايضا رهن الاعتقال فقط لانهم طالبوا بالكشف عن الحقيقه كامله في وفاه وفي مقتل الابن ديالهم، وطالبوا بانهم يتمكنوا من الوثائق اللي منها التسجيلات باش يعرفوا باش يشوفوا ويعاينوا كل ما تعرض له الابن ديالهم خلال فتره ديال الاعتقال اللي كان سببا مباشرا في الوفاه. هذا غير باش نقول لكم شكل من اشكال ديال الحيف وديال الخرق والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان فيما يتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه او فيما يتعلق بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان، لان المدافع على حقوق الانسان ليس هو اللي فقط منخرط في الجمعيه او هو في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وانما هو كل مطالب بحق حتى ولو كان حقه شخصيا. وبالتالي فكيعتبروا عاملة سيكوميك مدافعة عن حقوق الإنسان كما نعتبر نحن مدافعين عن حقوق الإنسان، وعائلة الشبلي مدافع عن حقوق الإنسان. كل من يدافع على حقه حتى ولو كان حقه الشخصي فهو يعتبر من خلال المواثيق الدولية مدافعا على حقوق الإنسان. كذلك نلحظ أيضا عدم تفعيل إلى يومنا هذا توصية هيئات الإنصاف والمصالحة بالرغم من شابه من ما وجه لها من انتقاد أو من انتقادات وما شابه من اختلالات، إلا أنه كيتسمح اليوم بالإفلات من العقاب في ملفات الاختفاء والقصري والتعديل. إذن كما قلت هذه ما تطرقت له اليوم، ما اثرته من مواضيع اللي كتبرز وكتبين المجال تاع التراجعات الخطيره على مستوى حقوق الانسان وطنيا اللي قلت، اللي هي للاسف تستمد قوتها في سياق وكتلقى واحد القوه ديالها، وكتلقى ان الدوله المغربيه مصره وماضيه في نهج ديال هذه الخروقات، لانها كتستفد من واحد الوضع الدولي، وضع اللي فيه منظومه ديال حقوق الانسان كيتصرح لها العديد من الاشكالات، خصوصا امام ما يمكن سميته بقانون القوه وليس قوه القانون، امام الامبرياليه الامريكيه والامبرياليه الاوروبيه اللي بطبيعه الحال صبحات كتقوى يوما عن يوم، والعالم من خلال ما يجري كيشهد واحد التوترات خطيره وعدوان خطير، ولعل ما يجري في لبنان وفلسطين وفي السودان وليبيا وكيبين هذا النزوح نحو العدوان على الشعوب اللي كيسهل ويسر عمليه التسارع نحو التسلح، ومن ضمنه المغرب اللي كيمشي في واحد يعني في هذا الخط ديال التسلح، وكيمشي في واحد كيزيد يتعمق في او يتوسع في مجال التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذه عوامل كلها كتسهل وكتيسر الخروقات على مستوى حقوق الانسان، لان في الوقت اللي كيكون الضغط دولي على اساس ان المنسوب ديال حقوق الانسان سواء على المستوى الخارجي قوي، وبالتالي من خلاله يتم الضغط على المغرب من اجل احترام المواثيق الدوليه ومن اجل احترام حقوق الانسان، فكنوجدوا بان كيستفد من هذا الوضع، وبالتالي كيكون انتهاكات صارخه. ولا لعل المتتبع الا قلت لهم ما يجري في المغرب يقول لك وراء المانيا وقتلوا الناس، وراها فرنسا وداروا. اذا كاين وضع سياق دولي اللي كيساهم وكيسر الاستغلال، كيسر انتهاك حقوق الانسان، وللاسف كيعطي فرصه انه المغرب واجد راحته في خروقه اقول الدوله المغربيه تجد واجده راحتها في الانتهاكات الصارخه لحقوق الانسان. من هنا
بشكل مركز ما اثرته هو ماشي اجتهاد شخصي مني، وانما هو عمل ديال رصد الخروقات على مستوى المغرب اللي كتقوم به الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، واللي كتسجلوا في تقاريرها وفي وثائقها، وربما توجدوا جزء منه او هذا كبير منه ربما يكون اللي تحصل على وثائق المؤتمر او اللي خد التقرير ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان لسنه 2023 لان 24 باقي ما خرجش. فغادي يوجد هذا الشيء بشكل مفصل ومدقق بالعدد ديال الاعتقالات وبالعدد ديال الانتهاكات في كل مجال من هذه المجالات. اذا ما يمكن طرحه بشكل موجز وكخلاصه، وكنعتذر كخلاصه آفاق العمل اللي يمكن تواجه هذا الوضع هذا. كاين آفاق العمل الاولى اللي يمكن نتكلموا عليها هو آفاق عمل اللي تكون مشتركه، بمعنى انطلاقا من هذا التشخيص اللي المقلق والخطير اللي كتعرفوا الحقوق والحريات في المغرب. الاقتراح اللي ممكن اللي كانت اقترحته الجمعيه كآفاق للعمل هو بناء واحد الجبهه قويه حقوقيه موحده للدفاع عن الحقوق والحريات وتوفير الدعم القانوني والاعلامي للضحايا والمدافعين. لانه هذا الشيء اللي تكلمنا عليه، الا جاو عاملات سوتوميك مثلا بغاو يهضروا على حقوقهم، الا جاو المحامين حتى على مستوى المحاكم يدافعوا على هاد الناس التي تنتهك حقوقهم، الا جاو المدافعين عن حقوق الانسان وهما ما كيوجدوش السند، فاكيد انه ما غاديش يمكن الاستمرار في العمل. وبالتالي فاليوم احنا امام ضروره ملحه لبناء جبهه حقوقيه موحده وقويه تكون قادره على الدفاع وقادره على توفير الدعم لكل سواء القانوني او الاعلامي للضحايا وكذلك للمدافعين. كذلك ان تكون هناك واحد ترافع ميداني ودولي من اجل حمل الدوله على الالتزام بالمعايير الدوليه ومساءلتها امام الهيئات الامميه. يعني ان الانتهاكات اللي كتقوم بها الدوله اليوم على مستوى حقوق الانسان والتي في جزء منها او بشكل موجز اثرت بعضها، انه خص تكون هناك واحد الترافع من اجل الضغط عليها او حملها على الوفاء بالتزاماتها. كذلك على مستوى كما قلت الاختفاء القسري والعائلات والاعتقال السياسي والملفات ديال المعتقلين المختفين قسرا، يجب العمل على إحياء الذاكرة الجماعية والمطالبة بالحقيقة والأنصاف. لليوم إلى يومنا هذا مازال ما تمكنوش العديد من العائلات للكشف عن مصير أبنائها وحتى على قبورهم. نشر ثقافة حقوق الإنسان هي عامل مهم جدا، سواء داخل المؤسسات التعليمية والإعلامية، وكذلك توسيع الأندية الحقوقية والشراكة مع النقابات والجمعيات. حقيقة هناك صعوبة. الجمعية كان عندها واحد الباب ولا واحد المنفذ مهم جدا اللي كانت من خلاله كتمكن بأنها توصل للتلاميذ في المدارس. اليوم أصبح صعيب الولوج إلى المؤسسات التعليمية في الوقت كان المدراء كيطلبوا أنهم دار لهم مواضيع في الورشات على مستوى المؤسسات التعليمية. فاليوم المدير كيخاف دير له برنامج حقوقي للاطفال. ولعل وقيل هذه المساله اللي سمعت غير ديال الامتحان اللي كنا قريناها كنا في وسائل التواصل اللي كيتكلم فيه على القضيه الفلسطينيه اللي تحيد، لانه غادي يشير الى وضع ديال الانتهاكات الجسيمه اللي كتمثل في الاباده الجماعيه اللي يعيشها الفلسطينيون بغزه. لنموذج على هذه الصعوبه اللي صبحت كيعيشها المغرب وهذا التطبيع اللي ولا كيخاف انه حتى تنشر ثقافه حقوق الانسان بشكل عام، ماشي غير على فلسطين وانما بشكل عام، انه كيخاف انه يتنشر الثقافه. اذا هنا يعني الجزء المهم، احنا عندنا واحد القاعده كبيره على مستوى الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي هي رجال التعليم، رجال النساء التعليم. فحبذا لو انه يرجع التفكير في انه يدار واحد المجهود على مستوى المدارس من اجل تربيه النشء على حقوق الانسان، ونلقاو وسيله من الوسائل للولوج للمؤسسات التعليميه سواء بمساعده او سواء مع نقابات او مع جمعيات حقوقيه اخرى. تعزيز وتوثيق الرصد المستقل وانشاء التقارير سواء القطاعيه وظرفيه تواكب التغييرات والانتهاكات اللي كتعرفها حقوق الانسان
ومن مثلا على مستوى اشار الرفيق على مستوى الجهه الخروقات اللي كتعرف على مستوى حقوق الانسان في هذه الجهه. فاحنا ملي كنبغيو نوجدوا التقرير على المستوى الوطني في المكتب المكتب المركزي، ملي كنبغيو نوجدوا التقارير كيكون تقسيم هذه التقارير على حساب مثلا المحاور. للاسف كتنقصنا المعطيات حول الخروقات اللي كتعرفها المناطق البعيده واللي كتعرفها. هنا فين يجي الدور ديال الفروع سواء المحليه او فروع الجهه. راه تقرير واحد مثلا على عامله السيكومي، تقرير على العدد، على الايام، على شحال استمروا، على راه مهم جدا اللي كيساهم انه كيتنجز وكيكون في التقرير السنوي. هذاك التقرير السنوي اللي كيكون واحد المرجع اللي جميع ذوي الجمعيات سواء وطنيا او دوليا كيقدروا يرجعوا للتقرير ديال الجمعيه المغربيه في الانسان ويعتمدونه مرجعا في الاطلاع على الخروقات اللي كيعرفها المغرب واللي كيتم تصويرها على الجهات الرسميه على انه ما كاينش خروقات، على ان المغرب بسلام، على ان كل شيء مزيان. وبالتالي فكيبقى المرجع، اقول ان لم يكن الوحيد فتقريبا انه المرجع اللي له مصداقيه ويتم اعتماده سواء وطنيا او محليا او دوليا وحتى من الاكاديميين. فالعديد من الدكاتره ولا كيوجدوا دكتوراه ديالهم او بحوث فكيرجعوا للتقرير ديال الجمعيه المغربيه للاقتصاد. اذا ماذا بينا لو انه الجهات تلعب هذا الدور وتكون توفر تقارير على مستوى الجهه ديالها. إذن كذلك هو أمر مهم جدا هو الانخراط في المعارك الاجتماعية، المعارك اللي كتطرح واللي فيتعين الانخراط فيها بقوة، سواء تعلقت بالمدرسة إذا الدفاع عن المدرسة، سواء تعلقت بالصحة، سواء تعلقت بالشغل، سواء تعلقت بالتعليم العمومي ككل، وكذلك من أجل العدالة الاقتصادية والمساواة الفعلية بين الجنسين. إذا هذه كانت بعجاله او بتلخيص الوضع الحقوقي في المغرب، واللي يمكن من خلال ما اثرناه انا نقول بانه كتواجهنا تحديات جسيمه، غير ان الحركات الاجتماعيه اللي باقي كنشوفوها اليوم مره هنا ومره هنا، وكذلك الصمود ديال الحركه الحقوقيه واصرار الضحايا على الترافع والمواجهه. ومن هنا كنحيي المعركه اللي كيقوم بها المناضلات ومناضلي السيكومي، كذلك المعركه اللي كتقوم بها عائله الشبلي، وكلها كتعتبر معركه من اجل الترافع والمواجهه، كتشكل عنصر من عناصر القوه اللي يمكن تبنى عليها استراتيجيات من اجل التغيير. وتحيه. شكرا سعاد على هذا التشخيص ديال الوضع الحقوقي في المغرب.